الجميع. اللي ديجابو لا علاقه له بالوراثه، يعني اللي كيموت لهم الفراخ بحال هاد الحاله هو كبير ولا هذا، يعني حتى كيتقدر يولي اغريسيف في الطبيعه فاش راه عايش. تقدر هاد الشيء كاين 100%. كذلك الرصاد الا كان ذكر جينا نشوفوا كامل هذا الخنيسي خارج من الفواياجور، يعني كامل خارج من اللي ديجابو ديال الفواياجور. السلام عليكم الاخوان، تحياتي للجميع. بالنسبه للاخوان اليوم ان شاء الله غادي نهضروا في واحد الحلقه ديال تقريبا المشاكل اللي كيعاني منها المولوع من الاول حتى النهايه ديال التطيير ديال الفراخ، خصوصا نهضروا غير على الفراخ وما يليهم، يعني من الاول حتى التالي. وغادي نطرقوا لواحد الموضوع الاخوان اللي يعني موضوع مهم. بعض الاخوان كيهضروا على اللي ديجابو، يعني الباد الحمام، على التاثير ديالو على حسب الزغاليل. هناك يعني كاين شي معلومات يعني خصهم يتوضحوا شويه، لان هذا موضوع مهم الاخوان. كما كتعرفوا على حسب القضيه ديال اللي ديجابو، بعض الاخوان قالوا بان يعني 50% كتكون في اللي ديجابو، يعني في اللبا في الجينات، و50% من الذكر والانثى. يعني هذه معلومه خاطئه، يعني باش تكون الافاده والاستفاده يعني للجميع. اللي ديجابو لا علاقه له بالوراثه، يعني هذه منطقيا، يعني الذكر ولا النتوى. مثلا عندنا كوبلا دو فواياج ولا كوبلا دو خينيسي، دابا كحنا مربين دو خينيسي غادي نعطيو نبذه على اللي ديجابو في الخينيسي، وحتى في الفواياج حنا كنربيو يعني عادي. بالنسبه كما قلنا مثلا عندنا كوبلا ديال الفواياج، ولا نهضروا على كوبلا ديال الخينيسي، لا اي كوبلا كما بغات تكون. يعني ملي كنديروها وسط واحد الكاج كنضمنوا بلي ان في الجينات 50% كتكون في النتوى، و50% كتكون في الذكر. هذه يعني ما فيهاش شي حاجه اللي غادي نقولوا مشكوكه ولاش. بالنسبه اللي كتختلف وكنعرفوا مثلا هذا ذكر ديال الخنيسي مع الام ديالو، هنايا كنجبدوا في الام واحد 75%، هنايا في الجينات كنجبدوها في السلاله 75%. لان الولد ديالها اصلا هو عنده 50%، في التفريخه الاخرى غتولي عندنا 75%. يعني هذه في حاله. بالنسبه اللي ديجابو ولا انه كيورث 50% كما قالوا بعض الاخوان، كل الراي ديالو، حنا كنعطيو الراي ديالنا حنا يعاود. وكان بعض الاخوان ديال الخنيسي لانهم قالوا واش بصح ولا ماشي بصح، يعني ماشي بصح. هذه معلومه كما كنشوفوا. قلنا اذا كون كان 50% انه الفواياجور غادي مثلا يعطي غير 50%، واللي ديجابو 50%، غنوريو هذا الولد وهذه الام. هناك تشابه كبير ياك، لان شكون يوكل هادو فواياجور. يعني لو ان كانت مثلا 50% غادي نلقاو هذا فيه 50% في الفواياجور، ولا هذه غنلقاو فيها 50% في الفواياجور. يعني في يعني في الجينات الداخليه كتكون من عده اسباب. مثلا كنعرفوا حمام اللادرون الخنيسي فيها لادرون، هناك مع حتى اللي ديجابو ما عندوش علاقه انه غادي يعطيه هذوك الجينات اللي كنقولوا غادي يعني يعطيو خنيسي ولا الفواياج، ولا ما كيرجعش، ولا الفواياج ناقص ولاش. هذه كتبان من المستحيلات. يعني الا جينا نشوفوا كامل هذا الخنيسي خارج من الفواياجور، يعني كامل خارج من اللي ديجابو ديال الفواياجور كامل. كنشوفوش شي حمامه هنايا، لا هادي ولا هاد الجوج، ولا هادي ولا هادي ولا هاد الكوبلا، ولا هاد النتوى، ولا هاد الاخرين. ما كنشوفوش شي حاجه خارجه فيها 50% ديال الفواياجور، زائد الزغالين اللي كانوا عند الفواياجور. هادو كاملين زغالين كيوكلوهم الفواياجور. يعني هذا خنيسي كيوكلو الفواياجور، هذا خنيسي كيوكلو الفواياجور عند ميكايلين. يعني ما كاينش شي حاجه
كتدل بلي ان الليد ديجافو كيعطي 50%. الليد ديجافو الاخوان يعني اللبا اللي كيعطي الحمام في الفرامليه على من التاثير، هو التاثير على السلوك على داك الحمام اللي كان تحته فقط. حيت كيكبر ولا عنده 40 يوم ولا 50 يوم راه ما كيبقى عاقل لا على باه لا على مو، هذه من طبيعه الحال. يعني ما حدو في ديك 40 يوم ولا 50 يوم كيدي ديك واش كانوا اغريسيف هذوك الحمام حطو تحتو، كيتقدر يولي اغريسيف الطبيعه فاش راه عايش. كما كنعرفوا الاخوان ديال الطيور، ملي كيبغي يدريسي شي فرخه كيهزو تقريبا من النهار الاول كاع ويدريسي معاه، لان كاينه الماكله اللي ديال الفراخ كيبقى يدريسيه كيولفوا على ديك الطبيعه ديال يولف. هذا هو الدور ديال اللي ديجاو، يعني هذا هو الدور ديال سميتو ديال اللبا. هنا بالنسبه للاخوان، بعض الاخوان قالوا باللي يعني الفرامليه انهم كيتحموا على اللون انهم كذا تا هذيك معلومه الاخوان خاطئه. يعني ان مثلا كوبلا ديال الفواياج ولا الخينيس غتحملك على واحد اللون اخوان، هذاك الشيء يعني معلومات خاطئه. او نعطيو وعده خصوصا في الخينيسي لان داك الشيء يعني غادي نهضروا عليه واحد شويه الاخوان، لان التحام على اللون ما كاينش. اللون الاخوان كما كنعرفوا حنايا في الخينيسي مثلا غادي ما تبقى على جميع المواعي، كل كيعرف الروزيلتا اللي عنده ولا كما كيقولوا لها كل واش عنده. عندنا حنايا ذكر ازوز يعني ازرق وذكر حمر والرصادو، هادو ما غير ذكر ولا نتاوي، المهم بحال كي الذكوره كاين نتاوي. عندنا مثلا هنايا عندنا الزرق مع الزرق راه ضروري غادي يعطيو كيما ذكر اما نتوى زرقاء. هنايا درنا ذكر زرق ونتوى حمراء، الا خرج شي ذكر 100% غادي يكون حمر 100%. من العش تلقاه فرخ مثلا عنده ديك 25 يوم لقيته حمر راه ذكر، بلا ما تقلب ديك 8 شهور ولا 9 شهور فوقاش غادي يبين ولاش. من العش غتعرفوا ذكر. كانت زرقاء غتكون نتوى، يعني عكس ديال الذكر. هانت يعني هذه جربناها وعرفناها ويعني 100% هذه كيرو راه تطابق تاع الخينيسي. هنايا عندنا مثلا الذكر عاوتاني الاختلاف، الذكر احمر يعني احمر ونتوى زرقاء. هنايا كيبقى لنا بارازار، يعني تقدر يعطيك ذكر زرق ولا ذكر احمر، ولا تقدر يعطيك نتوى زرقاء ولا نتوى حمراء. هنا الا كان الذكر هو اللي احمر يعني، ولكن الا كان الذكر اللي زرق ونتوى كذا ما فيهاش هذه تقدر يعطي هذه لا تقدر هذه. هذا الشيء كاين 100%. كذلك الرصادو الا كان ذكر زرق ونتوى رصادا 100% الذكوره كيكونوا رصادا كما كتشوفوا. هذا رصادو، هذا خوه رصادو، جوج ذكوره همهم هي هذه وهبهم هو هذا الزرق. يعني الذكوره كاملين عطاونا انهم الذكوره رصادو. عطاني نتوى زرقاء هذه بالتجريب. زائد كنعرفوا الاخوان يعني باش كنقولوا حنا بلي هذا الشيء ما فيهش انه كيتشحم ولاش. كاين واحد القضيه اننا كنعرفوا من العش اش يكون واش ذكر ولا نتوى. مثلا غنجيو هذا كنقلبوه، يعني هذا كنقلبوه فوا لقاو شي طاشه ديال الكحل، هذاك راه ذكر يعني بلا ما تكمل معاه 3 شهور ولا 9 شهور. ما لقيتش فيه شي طاشه ديال الكحل، هنا كنعرفوه يعني تقدر يكون نتوى تقدر يكون ذكر الله اعلم. ولكن ملي غادي تلقى طاشه ديال الكحل يعني في الابيض ولا في الرصادو ولا في شي حاجه عارف بلي ان هذاك ذكر. مثلا هذا نفس الكولور عنده طاشه ديال الكحل، هذا كنا معرفينه يعني بلي انه ذكر ملي كان في العش. هذا كان باين لي ذكر ملي كان في العش. الرصادو شي مرات حتى هو كتكون فيه طاشه ديال الكحل اللي جاي يقلب، ها هي غير يكون شي طاشه الكحل في اي بلاصه غتعرف باللي يعني هذاك ذكر. نتوى كتلقاها صافيه. هادو من يعني هادو هما الجينات الحقيقيه اللي غادي يمكننا نهضروا فيهم. هانتوما كيما كتشوفوا الطاشه ديال الكحل في الرصادو كيما كتكون. يعني هنا الاخوان اللي قلنا على حساب اللي ديجافو، نتمنى الاخوان يعني يكونوا فاهمين ان اللي ديجافو راه لا عنده حتى شي علاقه
هذه علاقة يعني بالتأثير الوراثي الداخلي والخارجي للحمام. يعني مثلا بغيت تفرم انت بفواياجور راه غادي يديلك غير ديك 40 يوم على ما يطير الحركات اللي كيديروا هادو كلها، غادي يدي السلوك ديالهم. يعني كيما الخنيسي مثلا كنقولوا اغريسيف، شي ما كتلقى شي ذكر اغريسيف لا ربما كيكون عايش مع الاغريسيف، ولكن مع الوقت انت ترجعو يعني ساهل بالولف بالتريساج بشحال من حاجه كترجعو طبيعته العاديه. مثلا كيكون ماهيش كتهيجو بالطريقه ديالك العاديه المعروفه، انك كدير وسط كتظلم عليه كتهيجو ما يسمعش النتاوي. هذا دريساج ديال الخنيسي باش انه يعني يبقى يطير ويدير شحال من حاجه ويرجع اللادرون ديالو ويرجع. هذه الاسلوب ديال المولع، ولكن هذه كيدخل فيها المولع يعني التركيز ديالو على السلاله اللي باغي يخدم، لها علاقه باللي ديال الجابو كما كنقولوا اللبا ديال الجابو. وحنايا هنا ما كانت يعني اخوان هي معلومات الاخوان اصحاب الخنيسي ولا حتى اصحاب الفواياجر، لان انت حنا من مربي الفواياجر والخنيسي. يعني هذا موضوع مهم يعني بأدلة قوية، ما كاينش شي تأثير ديال يعني اللي جابو. وبالنسبة للإخوان غادي نتطرقوا للموضوع الثاني، واخا الفيديو غادي يجي طويل على حساب الزغاليل الإخوان. يعني على حسب كما قلنا الزغاليل غادي نهضروا شوية على حسب المشاكل اللي كيعاني منها منها المولوع. وهي أول حاجة الإخوان كاين اللي كيجي هادو فراغ د الفواياجور بجوج اللي من هنايا هما اللي راهم بجوج. كاين اللي كيجيو فراغ على هاد العمر كيصدق كيموتولو. هادي من الحالات اللي يعني كتكون شائعة. هنايا الإخوان إما كيكون الأب والأم مضروبين بالسالمونيلا، يعني هنا غادي يكون خصو علاج للأبوين يعني من السالمونيلا، يعني هي البارا. كاين الفيديو ديالها اللي بغى يدخل الاخوان في القناه يقلب على الفيديو راه كاين ديال البارا ولا السالمونيلا، يعني نفس الاسم نفس المنتوج الاسم مختلف. هذه من ناحيه. ولا غيكون الطريكوموناس كيحلفهم غادي يحلفهم غادي يلقى واحد الحاجه صفراء. حتى الحلقه ديال الطريكوموناس الاخوان راه كاينه، يمكن لكم انكم ترجعوا لها. هادو الا دار طريكوموناس ودار السالمونيلا الابوين والتريكوموناس يعالج بهم الفراخ، في ديك الحاله غادي ان شاء الله يعني يتوفق ويبقى له فريقات. مثلا كاين اللي كيموتوا عاود على حساب هذا الشكل على حسب العمر. هذا كيكون غالبا بالتريكوموناس باش كيموت، لا دوك كان كذا يعني حتى هما كيموتوا. هذيك العلاج ديالها انك تراقب الفرخ في ديك الوقيته وانك تعالجو يعني بالدواء ديالو. راه درنا حتى هو الحلقه كامله الاخوان. هاد الادويه اللي كنقول لكم لهاد الامراض اللي كاينين راه كاين حلقات خاصه بها، يمكن لكم انكم ترجعوا للقناه وراكم تلقاوهم ان شاء الله. بالنسبه هذه الحاله كاين اللي عاود الاخوان اللي كيموت لهم الفراخ بحال هاد الحاله، هو كبير ولا هذا يعني كما كتشوفوا هادو كبار بثلاثه هكا. نفس القضيه غادي تكون مطابقه على الاخرى تقريبا، غادي يكون غالبا بالتريكوموناس. يعني باش غادي نعرفوا غادي نحلوا الفم، الا لقينا شي حاجه كما قلنا صفراء غادي نعالجوها لمده 5 ايام، من 3 ايام ل 5 ايام. هادو راه مازال ما واكلين من 3 ايام ل 5 ايام. يعني غادي سميتو غادي تهنى منها، وانك تبقى دير كل 3 سيمانات واحد الرابيد ديال التريكوموناس في الماء باش تهنى كاع من هاد القضيه. وبالنسبه كاينين امراض اخرى اللي كيصادفها المولوع، يعني اللي كتاثر على الزغاليل الوسط البيضاء. يعني هذيك الاخوان كتكون غالبا الابوين نفس المرض ديال السالمونيلا كيخليهم يموتوا وسط البيضاء قبل ما انهم يكملوا النمو ديالهم. يعني قبل ما يكمل النمو كيموت هذاك الفرخ وسط البيضاء. هذا دليل بلي ان الابوين فيهم السالمونيلا. هذا يعني تأثير كبير كيأثر على البيضة، ويمكن له غير يعالج الأبوين من السالمونيلا وغادي يتفادى داك المشكلة. أو يعني يركزوا الإخوة على هادي مجاوج نفس الخوت من العش حتى هي كأن هذيك حالة ما غاديش يعني واخا
دير السالمونيلا خصك تفرق ديك الكوبله اللي كانوا مجوجين من العش، انه يعني هذوك الفراخ سبحان الله يعني الخوت من العش. انا وقعت لي جوج حالات فهكذاك فارقتهم، الفراخ كيكبروا حتى قد هكذا تقريبا، وكيموتوا. حتى يعني فرقناهم وجاب الله التيسير. هذه من الحاله. وكاين الحاله اخرى اللي الفرخ ما كيقدش يخرج وسط البيضه، اما زياده على اللزوم في الكالسيوم والاملاح المعدنيه، او دخول اشعه الشمس بزاف. هنا كتخلي القشره ديال البيض كتكون قاصحه، يعني اذا كثرت الكريت ولا كثرت الاملاح ولا شي حاجه هنايا راه كتقصح البيضه وما كيقدش يخرج فيها الفرخ. زائد الا كانت اشعه الشمس تضر فوق هذاك البيض، يعني غادي ما يقدش يخرج ولا غادي يخسر البيض. هادو من ناحيات يعني زياده في الكالسيوم. عاود الا كان نقص في الكالسيوم ان البيض كيكون يعني مجلد. وهذه كامل الاخوان راه كاينه في سلسله ديال الامراض، يمكن لكم نحط الرابط ديالها ويمكن لكم انكم تشوفوها في سلسله الامراض كامل هادو. وبالنسبه للديجابو كما هضرنا عليها الاخوان، الديجابو تقدر يعني اذا كان الحمام كما قلنا مريض ولا شي حاجه تقدر داك اللي الديجابو ينقل لك فيه الامراض. وهذا الشيء اللي كاين الاخوان، يعني هادو زغالين هما هنايا، هادو غادي نرجعوهم يعني كما كنقولوا لبواتهم يزيدوا يوكلوهم. راه مازال لهم واحد الشهر. دوك كما شفتوا الاخوان في الحلقه الفايتات راه هما اللي كانوا كيوكلوهم، يعني عاديين فواياجور كيوكلوهم. وعندي انا فواياجور هاد العام ضربات يعني تقريبا ماشي تقريبا يعني اكزاكت 290 كيلومتر خرجت حسب فواياجور اخرين. يعني كما كنقولوا ماشي من باهم شاده اللي ديجابو شاده من جهه اخرى. ونتمنوا التوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمه الله.